أنا شويكار خليفة من مصر، مخرجة كرتون، وكنت رئيسة قناة الأسرة والطفل في القنوات المتخصصة. أنا تخصصي أساسا الكرتون والأفلام التسجيلية. سعيدة جدا بوجودي في الرباط لحضور المؤتمر الإديوكيشن والمالتي ميديا والميديات المختلفة، وإزاي ممكن تتعاون وتعمل إنتاج للأطفال. وجودي هنا مع كتير من الخبراء في مجالات مختلفة اللي تخدم الطفل بيجعلني سعيدة ومتفائلة بالخير وإن شاء الله لمستقبل الأطفال العرب. في تخصصي أنا بالذات كنت حريصة جدا أن أنا أقدم المعرفة والعلم والترفيه في كرتون الموجه للأطفال، لأن هو بيكفيه في المدرسة أن هو دروس مباشرة وورق وكتب، لكن أنا ممكن أقدم له كل المعلومة أو بعض من المعلومات اللي ممكن ما يتحصلش عليها في الدراسة من خلال الكرتون، بتوعية، بترفيه، بمعلومة، بثقافة محلية أو عالمية، بحيث إن هو يبقى إنسان عارف بلده أو عارف ثقافته والفولكلور بتاعه ومنفتح على العالم الخارجي. اشتراك أكتر من ميديا في تعليم الأطفال أو في البرامج الموجهة للأطفال بيفيد جدا، وبيخلي فيه أحيانا انتراكتيف مع الولاد، أحيانا في إضافة، بيبقى في تفاعل، بيبقى في معلومة جديدة. يعني مثلا لما أقدم له فيلم كرتون في 3 دقايق عن إن الولاد الصغيرين عاوزين يطلعوا فوق النخلة يجيبوا البلح ومش عارفين يطلعوا للنخلة، وباباهم قاعد جنبهم مش راضي يقول لهم اعملوا كذا، سايبهم هم يجربوا، فبيحاولوا مرة واثنين وثلاثة، لما بيلاقيهم لسه ما عرفوش يوصلوا بيعمل لهم التجربة العملية، وبيطلع النخلة هو بينزل لكل واحد بلحاية واحدة فقط عشان يبقى مضطر هو اللي يطلع ويجيب البلح بنفسه، فدي من غير ولا كلمة، بساوند افكت وموسيقى. فدي رسالة واضحة جدا ان الانسان لازم يجرب وما يعتمدش على ان الحاجه هتتقال له مباشره. يعني مثلا حاجه تانية بالنسبه للكرتون اللي بيهمني جدا ان انا الميديا بتاعتي الكرتون، ان انا اقدم له يعني ايه العالم الخارجي، يعني ايه الثقافه بتاعت الشعوب الاخرى. ففي مسلسل اسمه حكايات الاراجوز، بمزج بين الاراجوز اللي هو تراث قديم جدا عندنا في العالم العربي، وبين الكمبيوتر، شاشه الكمبيوتر والماوس. الثلاثه بيتبادلوا روي الحكايات اللي من العالم، بيفتحوا الكتاب ويطلعوا قصة من العالم وتتحكي كرتون من الصين، من فرنسا، من المغرب، من الثقافات المختلفة. وده شيء مهم جدا انه يوصل للطفل ان هو مش لوحده في الدنيا، وفي نفس الوقت يبقى عارف ان في انتاج جديد، في مش بس مجرد الحاجات العنيفة بتاعت الكرتون اللي الشعب العربي بقى يعني يضج منها. انا شخصيا كواحده مسؤوله بحس ان مازنجر وترانسفورمرز وكابتن ماجد وحاجات فيها ممكن يكون فيها فن لكن فيها عنف كتير، فانا مش ضد ان هو يشوف الحاجات دي عشان ما يبقاش منفصل عن الدنيا، ولكن في نفس الوقت اقدم له الحاجه اللي تخليه يقدر يتشد شويه عن العنف اللي هو فيه دي. فده اعتقد ان المؤتمر ده فرصه جيده جدا ان الواحد يتبادل الخبرات ويتبادل المعلومات مع الغير ومع الميديات المختلفه، وربنا ييسر ان شاء الله الامور وتتحسن ونبقى في احسن حال.